يا مساء الفل، يا مساء الهنا، يا مساء الورد، يا مساء كل حاجة حلوة على عيونكم يا حبايب قلبي المتابعين الجداد. بشكركم جدا جدا يا حبايبي، وانتوا نورتوا صفحتي ونورتوا قناتي ونورتوا دنيتي كلها يا عيلتي التانية ويا احلى حاجة في الدنيا. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا كده بألف خير كده وصحة يا حبايبي، كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة عيد الأضحى اللي عدى. النهارده بقى يا حبايب قلبي عملت لكم فراخ مشوية في الكيس الحراري بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. بصوا يا جماعة، الفيديو شيق وممتع ورائع، كل حاجة حلوة هتتقال في الفيديو النهاردة، وسهل جدا جدا وبسيط. عملنا مع بعض النهاردة بقى يا حبايب قلبي الفراخ المشوية في الأكياس الحرارية، لايقة والله. ادعوا بقى كده يا حبايبي لطلبة الثانوية العامة، خلصوا امتحان النهاردة، يا رب كده يملى بيوتنا كلها بالزغاريد. شايفين يا حبايبي لحمة الفرخة عاملة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. دايبة يا جماعة، دايبة دايبة دوبان كده، والخضار دايب زي ما انتوا شايفين كده، الخضار سليم زي ما هو ودايب دوب. يلا صلوا على النبي ونسمي الله ونبدأ الفيديو مع بعض. اول حاجة معايا بصلاية حلوة كده متوسطة، ومعايا 4 فصوص توم عملتهم في الكبة. حطيت ربع معلقة فلفل، ربع معلقة 7 بهارات، واديتهم بقى ضحكة حلوة كده، ومعايا كمان ليمونة عصرتها عليهم ومعلقتين خل. بيفرقوا جدا جدا يا جماعة في سوى الفرخة وفي الريحة، بيدوا تست كده روعة. بسم الله ما شاء الله، ريحة يا جماعة وطعم بقى مفيش بعد كده، بصراحة خيال، حاجة كده تجنن. فركتهم بقى كده يا حبايبي، اديتهم ضحكه حلوه كده يعني، ومسكت الفرخه بتاعتي ببوز السكينه كده وفتحتها عشان تستوي معايا. الفرخه دي يا جماعه 3 كيلو. طبعا انا غسلها ونقعها ومخليها فله كده شمعه منوره زي ما انتوا شايفين. جبت بقى الحاجات الحلوه دي وتبلت بها الفرخه. اسيب بقى الفرخه شويه. معايا كده بصل قصدي بطاطس متقطعه كده بالشكل ده. معايا طماطم، معايا بصل، وده الكاتشب اللي عاملاه معاكم في الفيديو اللي فات يا حبايبي، من قيمة فيديوهين كده. كاتشب يا جماعة بسم الله ما شاء الله تحفة. معايا جزر ومعايا قرنين شطة سبايسي. معايا بقى ملح، بابريكا، كركم، فلفل اسود، 7 بهارات، روزماري، كزبرة، ربع معلقة كزبرة بسيطة بتدي تيست حلوة قوي يا جماعة في الأكل. معايا كمان مرق الدجاج. حطيت كل الحاجات دي على الكاتشب بتاعي، وكمان يعني معلقتين زيت كده بصوت، واديتهم تقليبه حلوه كده. اجي بقى على الفرخه الجميله الحلوه دي بعد ما تبلتها بالبصل والثوم، اديها بقى ضحكه حلوه كده يا جماعه بالكاتشب بتاعي. هتاكلوا صوابعكم وراها، بجد بجد روعه يا جماعه، روعه، تحفه تحفه تحفه. اعمليها في عزوماتك، اعمليها في اي مناسبه تعمليها. بصوا، خرافه كده، بسم الله ما شاء الله. طعمها تحفة. ادها بقى التكتيفة الحلوة دي قبل ما تطير مني. اكتفها بقى كده يا حبايبي واروح بقى اجهز ايه الحاجات الحلوة بتاعتي. تمام. ايوه كده يا حبايبي، معايا بقى البصل البطاطس قصدي، مش عارفة انا مركزة على البصل ليه، اجي اقول بطاطس اقول بصل. ومعايا الطماطم والبصل والثوم والجزر، قطعوهم يا حبايب قلبي زي ما انا مقطعها كده. معايا بقى باقي الكاتشب اللي باقي من دهان الفرخة. افضيه عليهم وادوهم تقليبه حلوه كده. بسم الله ما شاء الله. جرب بقى يا جماعه كده الفرخه في الكيس الحراري تغيير. كل شويه بقى نشوي ونسلق في شوربه، انتوا عارفين ان احنا دلوقتي في الصيف وعايزين اكل خفيف، والفرخه دي بصراحه خفيفه وظريفه ولطيفه وممتعه وفيها كل حاجه حلوه. معايا الكيس الحراري بتاعي يا حبايب قلبي، الكيس ده يعني حجمه متوسط. حطيت بقى الفرخة فيه وجبت كل الخضار بتاعي، رحت حطاه كده مع الفرخة. انا مش عارفة الفيديو ده بصراحة انا تعبت فيه جدا يا جماعة. تيجي لقطة بطيئة لقطة سريعة، انا مش عارفة بصراحة والله. حطيت كده يا جماعة كل الخضار والفرخة، ورحت جايبه الرباط بتاع الكيس وربطاه، وجبت السكينة وغرزي كده الكيس علشان الكيس ما يفرقعش في الفرن. حطيت بقى ميه مغليه على شويه خل، بصراحه بيفرقوا جدا يا جماعه برضو في سوى الفرخ. ادخلها على نار عاليه، اول ما تبدا تغلي اديها 5 دقايق وبعدين اطفي النار، اولع من تحت بس يا حبايب قلبي.
والفرخة دي يا جماعة خدت معايا بالظبط ساعتين ونص، لانها كانت كبيرة 3 كيلو. لكن لو الفرخة كيلو ونص ما بتاخدش اكتر من ساعة ونص، يعني كيلو ونص 2 كيلو بتاخد معاكي من ساعة ونص لساعتين. دايبة كده يا حبايب قلبي. قبل ما اطلعها ب10 دقايق اولع الفرن من فوق واسيبها زي ما هي وما غطاهاش باي حاجة. تمام، يعني اول ما ادخلها اولع الفرن من تحت، وقبل ما اطلعها ب10 دقايق اولع الفرن من فوق، بس اخلي النار متوسطة ولا عالية ولا واطية. الفرخة كده استوت يا جماعة، والريحة طالعة. اكيد انتوا شمين الريحة وانتوا عندكم زي ما انا شماها كده وانا بسجل لكم الفيديو. ما تنسوش تدعوا لطلبة الثانوية العامة بالله عليكم يا حبايب قلبي. لو استفدت بقى بحاجة بسيطة من الفيديو ما تستخسرش اللايك. اللايك ببلاش يا قمر، والله مش بفلوس.